جهاز الفتله المنزلي، الجهاز اللي كلكم هتشكروني. النهارده بقى جايبه لكم جهاز هتشكروني عليه لما تجيبوه. ده جهاز فتله منزلي، عايزه اقول لكم ان هو عندي من 2016، انتم متخيلين؟ من 9 سنين. وعايزه اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك، الحمد لله لحد النهارده شغال معايا. وعايزه اقول لكم ان انا ما بقدرش استغنى عنه. بصوا انا كنت جايباه ايام ما كان ب 45 جنيه، يعني ايام الجنيه ما كان فيه بركه ما شاء الله. فعايزه اقول لكم بقى النهارده جاي ارشحه لكم بقوه. الماركه دي انا ما اعرفش هي لسه موجوده ولا لا، هي كانت تقليد البراون، انا حتى كنت جايبه منها سلكبيل برده كانت تقليد البراون، كانت حلوه جدا ولحد دلوقتي عايشه معايا. وعايزه اقول لكم لو لقيتوها يعني هاتوها وانتم مغمضين، اقول لكم المحتويات اللي فيه والجهاز بيشتغل ازاي. بصوا ده شكله من جوه، بيبقى معاه الشاحن، وده الجهاز اهو بتاع الفتله، وبيبقى جاي معاه زي باودر كده تحطيه على اساس انت بتشيل الشعر يعني. وكمان الخيط بتاعه، الخيط بتاعه ده يا بنات لازم تخلي حته قبل ما الخيط يخلص وتجيبي بدلها، لان انت مش اي خيط بينفع فيها، لو خفيف هيتقطع معاكي بسهوله. بصوا شايفين سمك الخيط بتاعه عامل ازاي؟ تمام. ده بقى الجهاز التحفه. بص طريقه تركيبه سهله جدا، انا برضو هحاول ان انا اركبه معاكم عشان لو في بنت مش بتعرف تركبه هقولها لكم بطريقه سهله. بصي انت اول حاجه بتلفي طرف الخيط هنا، وبعدين تروحي معديه، يعني بتقطعي حته خيطه تكون طويله شويه، مش مشكله حتى لو هيتبقى منها، وبعدين تقصي الزياده. انا هنا قصه الزياده على فكره. فبتبداي ان انت تربطيها هنا، تاخدي طرفها وتروحي هنا في بصي حته مفتوحه بتدخليها فيها، وبعدين تعديها. هنا دي زي خطاف بتشبكيه فيها، وبعدين ترجعي تعديها على الحديده دي وترجعي ان انت تخيطيها الناحيه التانيه. طبعا انا بستخدمه في منطقه المستاج او الوش، لكن عمري ما جربت ان انا استخدمه في حواجبي لان انا مش بعمل حواجبي الصراحه، فعشان كده مش هقدر افيدكم في البوينت دي. بصوا الجهاز تحفه جدا واستخدامه سهل ومش بيعور ولا اي حاجه. معرفش الصراحه هو بيتباع فين، لان انا كنت جايباه زمان من محل بيبيع اللي هو بيبيع المكياجات والحاجات دي، كان حاططهم في الباترينا عنده وانا جبت منه ساعتها. انا سمعت ان هو موجود في نون وفي ناس بيقولوا في العتبه. لو في بنت تعرف بيتباع فين فممكن تكتب في الكومنت وتفيد بقيه البنات.